الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صباح جميل، صباح كل حاجة حلوة. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. يلا بقى ندلع نفسنا ونعمل فطار كده قمر. اعمل الشاي كده في البراد، خليه جنبي كده على الترابيزة، اقعد كل شوية اصب واشرب اصب واشرب، عشان انا بصبه في كاسات صغنونة كده. الفطار النهاردة مختلف. جبت توست بقى كده ورحت حاطاه على الجريل، او اللي هي بمكانة الوافل، بتديني نفس نتيجة الجريل يعني، مش مشكلة. الأحمر بقى لون شتوي كده وبيعبر عن الحب، فقلت بقى استغلهم والحاجات دي في فصل الشتاء اللي احنا فيه والتلج والسقعة دي. شوية بقى جبنة بالطماطم، قطعة حلاوة كده يعني، بظبط أي حاجة موجودة في التلاجة بفطر بيها. بس اسخن بقى التوست كده واقطعه كده على شكل مثلثات زي ما هتشوفوا دلوقتي. بس قبل اي حاجة ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. واوعوا تنسوا سورة البقرة كل 3 أيام كده، بتملى البيت بركة وخير وأمان كده، وتحسوا براحة نفسية جميلة. أذكار الصباح طبعا حاجة مهمة جدا، واستعينوا بالله كده، ودايما ذكر ربنا يبقى دايما في بقكم كده وانتوا بتقولوا أي حاجة وانتوا بتعملوا أي حاجة. ويا ريت تدلعوا نفسيكوا كده وطلعوا الحاجات اللي في النيش وتهنوا بيها. وكل حاجة ليها عمر، اللي بيتكسر خلاص ده مقطوع منه نصيب، مش بنزعل على أي حاجة بتتكسر، حتى لو الحاجة غالية علينا شوية. بس يعني بنزعل شوية وبعد كده بنرجع ننسى وخلاص، وخدت الشر وراها عمرها كده وخلاص هنعمل ايه. بس عايزة اقول لكم بقى، الجريل او التوستر او كده، يعني الصراحة لو العيش بايت وبقاله 3-4 ايام فينو بقى، عيش بلدي عيش شامي توست كده زي اللي انتوا شايفينه، لما بيتسخن على الجريل ويتحمص تحميصة حلوة، حتى لو هتدخليه على الشواية او الفرن لو ما عندكيش جريل، بيخليه يروح في حتة تانية، بيخليه كأنه فعلا طازة. يعيش بايت عندك اوعي ترميه، واعملي فيه كده، حطيه على صينيه. لو ما عندكيش اير فراير او جريل او كده، ممكن تحطيه على صينيه من غير ما تدهنيها كمان حاجه، وحطيهم كده في الفرن. يا سلام، هيطلعوا ايه تحفه. افطر بقى وادخل على المطبخ، اشوف الغدا ايه واشوف الغسيل واشوف هعمل ايه النهارده والروتين بتاعي عامل ازاي. عندي نص كيلو لحمة كده حمرا، رحت جايباها وحاطة معلقة كده سمنة صغيرة، وشوحت اللحمة ومعاها ورق لورا وحبهان، وشوحتهم كويس ونزلت عليهم بمية مغلية. وهعمل بقى النهاردة طاجن خضار كده واسمه تورلي، حاجة كده عظمة بجد تحفة. دفوا بيتكم، اعملوا للولاد خضار. انا عندي ولادي حببتهم بصراحة في الخضار، بحط لهم شوية توابل حلوة كده طعمها حلو. ما اعرفش ازاي واحنا صغيرين ما كناش بنحب الخضار ده، بس فعلا الواحد بيشتاق له. حتى لو عملنا يوم حواوشي يوم بانيه حاجات نواشف كده، بنرجع نشتاق للخضار. وبصراحه في الشتاء الاكل ده بيبقى كده بيدفي، فبصراحه عملوه. اروح بقى اشرب قهوتي على ما اللحمه تتسلق، ونقعت الخضار عشان اغسله كويس، احاول انسى كل حاجه وانسى الهموم اللي راحت واللي جايه، واشرب القهوه بتاعتي وافوق كده واقوم اكمل. دايما بقى على الانتريه كده قدام الشاشه، انا بحب اقعد في مكان دوت الزاويه دي، فانا بقى بحب احط شال دايما ركبتي تتغطى حتى لو النهار طالع. بحب كده قوي، معرفش انتوا زيي ولا لا. راح اليومين دول الجو ساقع قوي، يعني تلج بجد، فانا قاعده يعني عايزه اتغطى كده على طول، حتى الرجل بس الركب كده تتغطى، الدنيا بتبقى تمام قوي. هنا بقى جبت الطماطميات الامارات دول، غسلتهم وصفيتهم كويس وغسلتهم بميه من الفلتر، وبعدين ضربتهم في الخلاط. لو اخدتوا بالكم برضو الحوض فيه كام كوبايه على كنكه لبن على معرفش كام معلقه. انا بقى ما بحبش كده ابدا بصراحه، ما بحبش ابتدي في الاكل الا لما الحوض يبقى فاضي. بس الحقيقة بقى أنا كنت مستعجلة جدا، فابتديت بصراحة في الأكل الأول، وبعدين بقى هخلص الحاجات اللي في الحوض على ما الأكل يستوي كده على نار هادية. وعايزة أقول لكم برضو إن النار الهادية بتطلع الأكل طعمه وهادي كده، ويستوي على مهله، مش نار عالية. لا، نار عالية مش هتطلع الأكل حلو. تطلعه مقبول بس مش أحلى حاجة. دايما خلوا الأكل في الأول على نار عالية، وبعد كده وطوا النار يستوي على مهله كده، هيبقى تحفة. بس انا هنا بقى حطيت شويه سمنه شويه زيت، حطيت بقى ورق اللورة حبهان، شوحت طبعا مكعب البصل الاساسي عندي في الفريزر، طلعته وحطيت معاه مكعب فلفل كده،
وشوحتهم كويس، وشوحت بقى اللحمة تاني عشان يبقى طعمها احلى واحلى. انا الصراحة ما حطيتش بصل في الشوربة، مش دايما يعني بحط بصل في الشوربة. دي طريقتي في الطبيخ. شوحت البصل مع الفلفل، بعد كده نزلت عليه باللحمة المسلوقة، شوحتهم كويس، وبعد كده نزلت عليهم بعصير الطماطم. هحط بقى كوباية او كوبايتين كده من الشوربة عشان الصلصة ما تبقاش تقيلة قوي. شوية الكوسة بقى مع شوية البسلة مع الجزراية مع بطاطساية مع شوية فاصوليا خضرة كده، حاجة كده فريش وخطيرة. برضو الخضار وهو فريش بيبقى طعمه برضو غير برضو المتفرز بيبقى حلو برضو، بس ما في فريش يبقى الفريش احسن. هناخد قيمة غذائية عالية وكمان هناخد فيتامين عالي، فالدنيا تبقى احلى واحلى. ودايما الخضار بيبقى في الشتاء حلو قوي. ممكن برضو كنت شوحت الخضار بعد اللحمة كده وشوحتهم برضو مع بعض ونزلت عليهم بعصير الطماطم، بس انا عايزة الخضار كده يبقى لونه زاهي وحلو، فاديت الطماطم تسبيكة كده على النار، وبعد كده نزلت بقى بالخضار كله اللي عندي. فاصوليا الفريش كده خضرها طبيعي كده رباني، وكده التورلي عندي او طاجن الخضار باللحمه جاهز يعتبر، فاضل بس شويه توابل. وهنا بقى نستغل الفرصه ونعمل شوربه خضار بالمره. بحبها في كل الاوقات، مش لازم الواحد يبقى عيان في البيت عشان ياكل شوربه خضار، بعشقها. كمان بقى لو عليها حزمه كرفس كده حلوه وقمرايه، تبقى طعمها خطير، هتوديها في حته تانية. وكمان عليها عصره ليمون بقى في الاخر، طعمه ملهاش حل. يلا بينا بقى نغسل الرز اللي هنعمل بيه الرز ابيض. دايما كده تبقى عيني شغاله على كل حاجه. هنا حطيت الرز غسلته وسبته يتصفى على جنب على ما اخلص بقى التوابل، خلاص كده عشان اقفل على ربع معلقه فلفل اسمر، ربع معلقه بابريكا، ربع معلقه بهارات اللحمه بتدي طعم حلو قوي، اللي هي ال7 البهارات دي. بحب برضه احط شويه كزبره ناشفه كده بتدي تيست حلو قوي، وشويه الملح بقى، وهتلاقوا شوربه الخضار دي مش قادره اقول لكم طعمها عامل ازاي، عامله معادله جميله جدا. الخضار بقى مسكر مع الملح هيعملوا طعم تحفه، مش هحط سكر ولا حاجه. هغطي وغطي واسيبها بقى شويه ربع ساعه كده، وبعد كده اقفل عليها وكده تبقى جاهزه معايا. نيجي بقى للرز، معلقه سمنه معلقه زيت، غسلنا الرز صفيناه كويس، هنزل بيه بقى. اول ما الحله تسخن عندي هنزل بقى بالرز المغسول. ممكن لو بتصحوا بدري ممكن تعملوها الساعة 11، ممكن تعملوها على الظهر، ممكن تعملوها بدري وتسيبوها كده لحد قبل ما تتغدوا. هتسووا بقى الرز. انا برضو بحط السمنة، بشوح الرز في السمنة والزيت واشمعهم كده كويس واحط عليهم رشة الملح. فانا بقى دايما بحب اعمل كده، وحاجتي تبقى جاهزة على البوتاجاز وقافلة عليها النار، يا دوب بس اجيب من المية المغلية احطها على الرز واسويه قبل الغدا بربع ساعة، عشان نعرف بس ان الطبيخ والرز حاجة جميلة وسهلة. يعني ما سووش واجي بقى لما الولاد يعوزوا ياكلوا اسخن بقى الرز، ماشي الكلام ده لو مضطرين، لكن انا مش مضطرة، انا هعمل الرز فريش وطازة يبقى اشوحه كده. بس انا بقى هتغدى دلوقتي وانا بعمل الاكل على الساعة 3 كده. انا مش من اللي بعمل الاكل الصبح بدري، بس بشوف ناس بتصحى بدري كتير وبتبقى عايزة تنجز وتخلص عشان ترتاح بقية اليوم. اعمله كده حتى لما يبقى عندي عزومة ومثلا هعمل فتة، بشوح كمية الرز كلها حتى لو كانت كبيرة، وبشوحها واسيبها على جنب كده، وقبل ما الضيوف يجوا او اول ما يدخلوا البيت واسلم عليهم وارحب بيهم ابتدي بقى اسوي الرز. فدي حاجة برضو بتسعفني جدا، ومن الحاجات اللي مش بتأثر معايا في الطعم ولا اي حاجة. هنا بقى الشوربة الجميلة دي نزلت فيها بالخضار. انا عايزاها صحية اكتر، لو انتوا مش عايزينها صحية في ناس كتير، وانا برضو كنت بعمل كده ساعات، كنت بحب اشوح في نص معلقه سمنه. انا مش بحب احط معلقه كامله الا لو كميه كبيره، او نص معلقه او ربع معلقه كمان، يا دوب اشوح فيها البطاطس مع الكوسه مع الفاصوليا مع البسله كده بظبطهم، بعدين انزل عليهم بالشوربه. لكن انا هنا كان عندي الشوربه بتغلي نزلت عليها بالخضار. كفايه اصلا الدسم اللي في اللحمه او في الفراخ اللي بسلقها. شايفين بقى الخضار طعم مستوي. احلى حاجه بقى الخضار او الباميه او اي خضار في الدنيا ما عدا القلقاس طبعا وحاجات معينه، تدخليه بقى في طاجن، ويا سلام بقى لو طاجن فخار بيدي ريحه وتشميعه مش قادره اقول لكم عامله ازاي. واخر 5 دقايق نولع الشوايه كده تاخد وش من فوق، يعني بيبقى طعمها بجد جبار. انا حطيت حاجه من شويه، دي بهارات صينيه البطاطس، يا تجيبوها اكياس جاهزه يا اما تسالوا عليها العطار ممكن يديها لكم زي كده. الاكل جاهز وخلصت الاكل الحمد لله، انجاز طبعا الحمد لله، ربنا يدينا الصحه ويقوينا. مهم جدا بقى ان الحوض يبقى فاضي عشان يستقبل الاطباق بتاعه الغدا والحلل اللي على البوتاجاز، نظبط كل حاجه.
يلا بقى نغسل المواعين والحوض ونظبط الدنيا عشان نقعد بقى خلاص كده مرتاحين، مش هنعمل اي حاجة تاني النهاردة. قبل ما ببدأ في المواعين برضو بحب اغسل الصفاية اللي هصفي عليها المواعين، عشان طبعا بتبقى مجيرة كده شوية من المية وبقايا المية من تصفية المواعين بتاعة امبارح. وطبعا اشيل المواعين القديمة اللي هي اتصفت واحط بقى المواعين الجديدة على نظافة. وعشان اغسل المواعين دي بروح حلوة كده ونفس راضية، طول ما انا شغالة بفكر في حاجة ايجابية مش سلبية خالص، اقعد افكر في حاجة ايجابية كده واصلي على النبي واستهدى بالله كده، وافكر في حاجة تكون خير، اكبر بخاطر حد، اسعد حد، اقدر اساعد حد في حاجة اساعده باللي اقدر عليه. واوعوا تنسوا انا قلت لكم قبل كده في فيديو من فيديوهاتي لما غسلت معاكم المواعين لاول مره، قلت لكم ايه؟ الكوبايات بنقول سبحان الله، في الاطباق بنقول الحمد لله، في الحلل بقى بنقول لا بنقول في المعالق الله اكبر. المعالق والشوك والحاجات اللي زي كده. الحلل بقى واحنا بنغسلها طبعا بنبقى متضايقين، واللبانه والحاجات اللي هي الصعبه شويه دي بنقول بقى ايه؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. نفضل نستغفر كده على قد ما نقدر، هنحس والله العظيم ان احنا ما عملناش اي حاجه. ودايما برضو كل ما تعملي حاجه وما تكونيش قادره او تعبانه وانتي بتعمليها ومتضرره من جواكي، يعني حاولي ان انتي تعمليها طبعا بنفس راضيه، وفي نفس الوقت حاولي تقولي يا رب احتسبها لي في ميزان حسناتي. ما تتصوريش الحاجه دي هيحصل فيها ايه، هتحسي ان انتي ما عملتيش حاجه اصلا وربنا خلاها لك كمان هتاخدي عليها اجر وثواب. وبلاش تكربسي كل حاجة في الحوض، يعني نفسك هتقفل من الحياة كلها، يعني خلي جزء كده على الرخامة، ما فيش مكان على الرخامة، على صينية الأكل اللي كلته عليها حطي عليها الحلل على جنب، اعملي أي حاجة بحيث ان انت تغسلي الحاجات الخفيفة الأول وتفضي الحوض، وبعد كده تجيبي بقى الصواني والحلل والحاجات دي. نتعلم نشتغل بذكاء عشان ربنا يكرمنا، ونحاول نسهلها على نفسينا ما نصعبهاش. كلنا ضوافرنا اتكسرت وايدينا تعبت، بس برضو نراعي نفسنا وناخد اوميجا 3 بعد ما نخلص، وكمان بعد بالذات الوجبات اللي فيها دهون، وكمان نرطب ايدينا. انا مش بعرف اشتغل قوي بالجوانتي في الحوض، الا يعني لا قدر الله لما بيحصل لي حرق او حاجه في ايدي، فبضطر بقى مش قادره ومحدش هيغسل الحاجه غيري وكل حاجه عليا انا، فبضطر البس جوانتي وانا محروقه عشان استحمل ان انا اغسل، او لما بتعور في ايدي او كده ببقى مرتاحة اكتر وانا شغالة طبعا بايدي. دي نعمة ربنا ادهلنا الحمد لله عليها، فببقى مالكة الطبق كويس، بمسك الحاجات كويس، بدعكها حلو، بس كده. فعشان كده مش بحب اشتغل بجوانتي، وجبت كذا جوانتي للمواعين وبرضه ما فيش فايدة، بركنه برضه بس بينفعني بقى لما بيحصل اي ايه حادثة من الحوادث اللي بتحصل دي في المطبخ، فالحمد لله. زي ما شفتوني في الاول انا يعني مكعب الحلاوة بقى سواء جايباه سايب او جايباه في علبة من العلب الجاهزة في الهايبرات وكده، فانا بحب اقطعها تبقى جاهزة، يعني احطها في ساندوتش، حد هياخد قطعة ياكلها في عيش، هي يعني ياكلها باي حاجة، المهم يعني تبقى مقطعة قطع. ووسخت السكينة مرة واحدة بس، فقطعت بيها الحاجة عندي في علبة متقطعة منظمة كده، اخد الصبح اعمل للولاد السندوتشات، حد يبقى الدنيا سهلة وبسيطة. بتتعبي شوية ممكن ساعتها، بس والله العظيم بترتاحي بعدين وتلاقي الدنيا حلوة ومنظمة، بدل ما الحلاوة بقى تبقى في طبقها. اي علبة عندك بلاستيك او اي علبة ازاز، اي علبة موجودة هتحطي فيها الجبن تقطعيها برضو كده، حاولي بطريقة حلوة. لو الجبنة رومي كبيرة شوية بتقطعيها اكتر، اللانشونية كبيرة عايزة تقطعيها نصين، يعني كده بتحاولي تنظمي كده وتهندمي الحاجة بحيث ان انتي متبقاش في حاجة في اطباق كده وتلم روايح، ما بتبقاش لطيفة خالص لما بتتاكل، يعني صعب بصراحة. فما تتحط في علبة محكمة كده الدنيا بتبقى جميلة ونظيفة وتبقى سهلة عليكي. واكيد طبعا الحلل اللي استلس احلى حلل في الدنيا كلها، بالذات لو نوعيتها كويسة، يعني ما شاء الله بتعيش العمر كله بجد، ولا ايد بقى بتتحرق ولا بتقشر ولا اي حاجة. فاساسي لاي عروسة تجيب طبعا جاهز، يعني الطقم ده عمره ولا مامته هتروح ولا هيقشر منك ولا اي حاجة. حتى لو جبتي اغلى الحلل برضو مع الوقت بتغير وبيحصل فيها تفاعلات، تغسليها كده بالسلكة اللي استلس تبقى بتبرق كده وسهلة الغسيل، والله مش صعبة خالص. ممكن الألمونيا بتاع زمان هو اللي صعب شوية، لكن والله الاستانلس سهل جدا. وعايزة اقول لكم انا مؤخرا كده من كام سنة لقيت مامتي بتعمل فيها الرز، قلت لها ايه ده يا ماما انت بتعملي فيها الرز؟
مش بيشيط يعني. قالت لي لا والله ولا بيشيط ولا حاجه، معتمداها بجد في الرز. وهبقى اوريها لكم مره وانا بقلب منها الرز. ما شاء الله يعني اللهم بارك، مش لازق فيها خالص، بيطلع مفلفل، بيطلع مظبوط. بيبقى نار عاليه في الاول، بعد كده بهدي النار شمعه خالص، بيستوي الرز بيبقى رائع. كمان صحيه ومش بتتفاعل في الاكل زي حاجات تانية كتير، ويعني عمليه ما شاء الله. لو وقعت على الارض ولا بقى ليها غطاء ازازي يقع يتكسر ولا الكلام ده، تقع على الارض ما يجرالهاش اي حاجه. يعني ممكن تكسر السيراميك بس هي زي الفل يعني. الحمد لله، حاجه جميله جدا بصراحه، وحاجه عمليه وصحيه. لازم بقى بعد ما اصفي المواعين، انا ليا طقوس كده معينه باخدها بالتدريج. فبدعك طبعا الحوض يوميا، لازم بعد الغدا الحوض يبقى لازم كل يوم يدعك. يعني بعد المواعين لازم، ما ينفعش ما دعكوش، ده طبيعي يعني. بس الحلو وانا بصفيها يعني من الحلة الصغيرة للحلة الأكبر في الأكبر في الأكبر، يعني بلبسهم جوا بعض. ما ينفعش بقى أحط الكبيرة تحت والصغيرة فوق. يعني ممكن وانا بجيب اي حاجة من جنبيهم ولا حاجة الاقي كله وقع اتقلب على بعضه. فنحاول كده بالهداوة، نفكر بذكاء، هنريح نفسينا والله، والدنيا هتبقى سهلة وبسيطة. نتعود كمان، يعني احنا هنتعود على كده، الصغير وبعد كده الكبير وبعد كده الأكبر والأكبر والأكبر، فتبقى الدنيا مرتبة كده ومهندمة. والمنشفة طبعا اللي بنشف عليها المواعين بجد خطيرة، أي نوع أي ماركة أي حاجة بصراحة. يعني تجيبوا حاجة كده بتمتص المية، الدنيا بتبقى في اللطيف خالص. تاني يوم تشيليها المواعين في الظرف، وتشيلي المنشفة دي تنشفيها بقى في الشمس، وبعد كده تحطي بقى منشفة جديدة. واهم حاجه برضو بعد ما تخلصي الحوض، تغسلي بقى الاسفنجات بتاعه المواعين والسلكه، ولو فيهم بقايا اكل كده تحاولي تنضفيها. ماشي. والليفه طبعا بتتغير في كل فتره قريبه، عشان بتعمل بكتيريا وينمو فيها البكتيريا جامده جدا. شايفين بقايا الصابون دي؟ ما ينفعش تتساب كده ابدا، عشان هتصحي تلاقي الحوض مغير. فنشفيها كده في فوطه المطبخ، واغسلي فوطه المطبخ وعطريها كده وحطيها في البلد، عشان طبعا زي ما احنا عارفين اي حاجه مبلوله بتتساب كده فبتعمل بكتيريا، وممكن كمان تجيب حشرات وحاجات مش لطيفه. تمام. وزي ما قلت لكم قبل كده، باسكت الزبالة الصغير هو أحلى حاجة في الدنيا. كل يوم كده طلعي الباسكت بسرعة، الشنطة باستمرار تطلع برا البيت عشان تتخلصي منها بأقصى طريقة. هنا بقى الشنطة لو كبيرة، أنا بستعمل شنط السوبر ماركت أو أي شنط أي حاجة. الشنطة لو كبيرة تمام بنربطها بالطريقة اللي أنا وريتها لكم دي. ويا رب يكون الفيديو يكون عجبكم، والروتين النهاردة عجبكم، وانتظروني في فيديو جديد.